انا عملت حاجه عمري ما تخيلت ان اقدر اعملها بالصدفه، وحياتي اتغيرت تماما. خليني اشرح لك. انا اسمي عمر الجبلي، من 13 سنه كنت عاوز اعمل فورمه، بس كان عندي مشكله. انا بكره الجيم، بكره الملل والروتين، فدورت على حاجه مختلفه، وساعتها عرفت الكاليستانكس. لكن وقتها ما كانش في اماكن تدريب، مفيش مدربين، مفيش حد عارف اصلا هو ايه ده. عايز سكالانس؟ فبدات تحت بيتي على خشبه وبره رفع الاثقال بتاع بابا. ده كان الجيم بتاعي. فشلت مره والتانيه والتالته، وبعد سنه من الفشل اخيرا بدات اشوف نتيجه. بعدها علمت اصحابي، العدد زاد واحتاجنا مكان اكبر، فحولت مقلب زباله لاول بارك كاليستانكس في مصر. مفيش حاجه جت على الجاهز، كان لازم اعمل كل حاجه بنفسي. كان نفسي اشارك في بطوله بس ما كانش فيه بطولات، فعملت بطوله بنفسي. وفي 2015 بقيت اول مصري يشارك في بطوله العالم، وساعتها عرفت ان ده شغفي. ومن كتر حبي في الكاليستانكس اديتها كل وقتي ومجهودي. اخدت الريسك وسبت هندسه ومشيت في طريق مش عارف هيوديني لفين. هوصل لحاجه ولا بعد كام سنه هندم على السنين اللي ضيعتها. لكن في طريقي ركزت على حاجتين: اطور نفسي كلاعب، وانشر الكاليستانكس في مصر، لانها غيرت حياتي وكنت متاكد انها هتغير حياه ناس كتير. فبدات اعلم على الارض وعلى السوشيال ميديا، وفي وسط لحظات الشك بدات النتيجه تبان. بطولات، لقاءات تلفزيونيه، السوشيال ميديا انفجرت. جالي ده وده وده، وبعد ما الناس ما كانتش حتى عارفه تنطق اسمها، الكاليستانكس بقى ليها اتحاد رسمي. كل حاجه كنت بحلم بيها بقت حقيقه. لكن حاجه واحده ما كانتش بتتطور: عمر لاعب الكاليستانكس. ما كانش في حد يقول لي خلي بالك من السلمه المكسوره، فكنت بقع واتجبس عشان اعرف ان في اصلا سلمه مكسوره. والنتيجه 9 سنين بعيد عن البطولات. كل مره اقول اخيرا هرجع، اصابه جديده توقفني. فكرت ابطل كتير، لكن كل مره بفتكر عمر اللي عنده 17 سنه، اللي اجتهد وما استسلمش. كان حلمه يسافر وينافس ويبقى بطل. دلوقتي انا عندي 30 سنه وعارف اني مديون بكل حاجه حلوه في حياتي لعمر ده، ولازم احقق له حلمه. فشاركوني مره كمان وانا بحاول احقق حلم عمر الصغير.